وحول الدستور الجديد والاستفتاء عليه جاءت آراء المواطنين مؤكدة على ضرورة المشاركة في الاستفتاء على الدستور باعتباره خطوة على طريق استتباب الأمن والاستقرار. بالنسبة للمحاكمات العسكرية، أنا مع المحاكمات العسكرية للمدنيين إذا تعدوا على أي منشأة عسكرية أو عربية عسكرية أو جندي مصري، أنا معاكم وضد أي حد يعمل أي غلط في أي منشأة عسكرية. بيحقق كافة مبادئ ثورة 25 يناير وثورة 35 يونيو ومن عيش وحرية وعدالة اجتماعية، وبيحقق الحريات وفي نفس الوقت بيؤكد على مبادئ الشريعة الإسلامية. لازم يبقى في حوار وطني علشان المواطن المصري يعرف قبل ما يروح الاستفتاء ما حدش يقول نعم او يقول لا، ولازم يبقى في حوار مجتمعي. الناس اللي عملوا الدستور دوت يجوا للمواطنين في وسائل الاعلام ويوروهم مواد الدستور ويوروهم القوانين. انا شايف ان الدستور ده بكتير احسن من دستور 71 واحسن من الدستور طبعا بتاع الاخوان. الحقيقه ما الا وانا حقيقه مع المحاكمات العسكريه، يعني ده مباشر، يعني هو مفسر نفسه ان هو الاعتداء المباشر والمباشر على كل المؤسسات العسكريه او المجندين او كل ما يتعلق باي مؤسسه عسكريه، وده حقهم وده حق العسكريين. حق العسكريين دلوقتي بيتبهدلوا، فمين يحاسبهم؟ احنا اهم حاجه طالما قلنا نعم، احنا عايزين الحكومه اللي هي ما تفعلش الدستور. نتمنى كده من الشهامه بتاعه الشعب المصري تقيلها فورا. مفيش دستور يا جماعه في العالم كامل الاوصاف، لابد فيه اختلافات، والاختلافات ديت فيما بعد نتكلم فيها. مش عجبتنا، احنا عملنا ثورتين. من جانبهم عبر عدد كبير من الصحفيين عن آرائهم في الدستور الجديد وضرورة المشاركة في الاستفتاء عليه. نتابع. شفت الديباجة العامة وبعض مواد الدستور، مش كلها طبعا، شايفة ان هي مواد جيدة، شايفة ان هي مواد كويسة في هذه المرحلة. وبعد كده احنا يعني اتمنى ان الدستور ده يتصوت عليه بنعم، لانه لو اتصوت عليه بلا هنبقى فيه اشكالية كبيرة جدا. مواد انصفت بالفعل معظم فئات الشعب وتناولت فئات لم تكن مذكورة من قبل، مثل طبقة او فئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلم يذكر هؤلاء في الدستور او في الدساتير السابقة. كان يهمني المادة 84 اللي هي الاهتمام بالموهوبين، والدولة تكفل رعاية الموهوبين رياضيا وكان يهمني جدا كلمة حسب المواثيق أو المعايير الدولية وليس الأولمبية. الدستور مش بيقول احنا نستبعد إخوانا أو نستبعد فئة، لا، الدستور هيساعد الشعب المصري كله، بشرط يكون الشعب المصري عاوز يتغير، عاوز يبقى شعب محترم، عنده مؤهلات ان هو حتى مش هقول لك نصنع شعب جديد، لا، على الأقل نبقى نرجع للبنود اللي قاموا عليها أجدادنا، وده شيء جميل. الدستور ده ان شاء الله توافقي، دستور شعبي، دستور 30/6 زي ما احنا بنسميه. يعني اي واحد من عامة الشعب ممكن يقرا الدستور، يقدر يفهم حقوقه، يفهم واجباته، يعرف دستور بلده. مش محتاج زي ما بقول لكهنة الدستور ان هم يفسروا كل مادة فيه.